حميد فريدي مستشار وزير الشباب والرياضة. أهلا بك سي حميد. أهلا بك. كذلك أرحب بجواد أمين صيدلي ورئيس لجنة الاحتراف سابقا بفريق الرجاء البيضاوي. مرحبا بك سي جواد. أهلا بك. كذلك معنا الزميل والصحفي والباحث في علوم الرياضة السيد بالعيد بويميد. أهلا بك سي بالعيد. أهلا. إضافة للسيد عزيز دودة متخصص في ألعاب القوى والرياضة. أهلا بك سي دودة. دون أن ننسى كذلك يحضر معنا اللاعب الدولي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين سي مصطفى الحداوي. أهلا بك سي مصطفى. مساء الخير. إذن بداية تعليق موجز حول القرار الأخير للكاف بسحب التنظيم من المغرب وإقصاء المنتخب الوطني. تفضل سي فريدي. مرحبا. قراءة ديال وزارة الشباب والرياضة بخصوص هذا القرار. احنا تلقينا هذا القرار وكنا كنتظروا الجواب ديال الكاف في هذا الموضوع. احنا كنتمعنوا في هذا الجواب وكنتظروا التطورات المقبله ديال هذا الملف، لان الموقف ديالنا كان موقف واضح. المغرب لم يطالب يوما بإلغاء التنظيم ولم يتخلى عن التنظيم. المغرب لا زال كدولة متشبث بالتنظيم كان في المغرب، ولكن احنا كذلك متمسكين بواحد الشيء اللي بديهي واللي كنظن كل المعطيات اليوم كتزكي الطرح المغربي، وهو طلب تأجيل ريثما هذا الوباء ايبولا نعرفوا فين غادي في القاره الافريقيه ككل، ونعرفوا فين شنو هي التطورات ديالو جديده. نعم. في ظرف جد صعب وفي ظرف اللي العدد من الدول اجلوا او تخلاوا على التنظيم، لم يتخلى على تنظيم تظاهرات رياضيه ثقافيه سياسيه، مع اخذ بعين الاعتبار المتطلبات والانذار ديال منظمه الصحه العالميه. المغرب لم يتخلى عن التنظيم وظل متشبثا بتنظيم النسخه المقبله من لاكان، ولكن طلبنا كدوله مسؤوله عن مصير وعن الصحه ديال المواطنين ديالها وديال الزوار ديالها وديال واحد العدد من الناس اللي كيجيو للمغرب من دول العالم كله يوميا. طلبنا تاجيل ريثما نعرفوا الامور كيفاش كتسير. نعم سي دودة، انت متتبع للشان الرياضي المحلي وكذلك العالمي، واش ما كتظنش بان القرار الاخير ديال الكاف يعني لم يحمل اي جديد، وبان هذا كان منتظر وطبيعي جدا من بعد تشبث المغرب وتمسكه بالتاريخ وبتاجيل هذه التظاهره؟ هو المفاجئ في الواقع هو الرد الاول ديال الكاف، لان الكاف في الواقع في خلال هذه الفتره، هذه الحقبه ديال تقريبا اسبوعين، ما تغيرش الموقف ديالها. نعم. بحيث انه مباشره مع توصلها بالرساله اللي بعثت بها وزاره الشباب والرياضه المغربيه اللي طلب تاجيل الدوره، في 24 ساعه الكاف صدرات بلاغ اللي اولا تتقول على انها ما عمرها ما اجلت وما غادي تاجلش، بحيث انه الموقف ديالها من الاول كان واضح. ثانيا تتقول على انه تطلب من بعض الدول اللي بغات ترشح باش ترشح تنظم الدوره عوض المغرب. في الواقع تما تيبان على انه لا كاف ما خداتش الوقت الكافي باش تدرس الوضع، لانه الوضعيه بسيطه وسهله. هناك تظاهره كانت غتكون في واحد الدوله اللي تتشهد لها لا كاف على انها كانت مستعده تمام الاستعداد، بحيث انه اللجان ديال لا كاف اللي كانت تزور المغرب في كل حقبه كنا تسمعوا التصاريح ديالهم، كانوا مطمئنين على سير الامور وكيفاش الامور المغرب كانت يتحضر. المغرب شاف وبناء على واحد الدوريه ديال المنظمه العالميه للصحه اللي في الواقع ما تحملتش المسؤوليه مباشره تقول للدول الغيو التظاهرات والتجمعات البشريه، بل خلات لكل دوله الحق باش تشوف يعني الحاله ديالها وبالخصوصيات ديالها وتاخذ القرار المناسب لها. المغرب تيبني الموقف ديالو على هذا الدوريه ديال منظمه العالم الصحيه اللي تتقول لك يا ودي الا شفتوا على انه هناك خطر ممكن انكم ديروا. المغرب خداها من هذا الباب هذا. ولكن اللي مؤسف هو انه نشوفوا ان لاكاف هذا المنحه كلها بغات تتناساه، بحيث انه اخر التصريحات وكذا ما تتكلم الا على الجانب المادي. بحال حنايا كنا عضو في واحد الجمعيه ديال لي فينونسي، حنا في جمعيه رياضيه، وهذه الجمعيه الرياضيه عندها علاقه بالبشر، ما عندهاش علاقه براس المال. راس المال يمكن تيجي من بعد، هو واحد الطرف مهم في التنظيم في كذا ولكن راس المال البشري اللي اهم من راس المال المادي. ولكن يعني التصريحات كلها الاخيره ديال المسؤولين ديال لاكاف تتصب فقط في خانه واحده، لو بريجوديس فينونسي. وهذا حقيقه
انا كرياضي بسيط متواضع هذا الشيء تيأسفني صراحه. تيأسفني ان منظمه من هذا الحجم هذا اللي كنا تنشوفوا فيها واحد المنظمه انسانيه، لان المنظمات الرياضيه هي منظمات انسانيه قبل كل شيء، انها تنزل لهذا المستوى المادي المحض حقيقه شيء يؤسف له. نعم. سي بلعيد، انت اللي كتهتم بالتواصل وكنعرفوا عليك هذا الشهاده بشكل كبير، واش ما كتشوفش بان على المستوى الشكلي ربما القرار ديال الكاف كيلعب على بعض الكلمات بحيث انه تيحث اكثر على كلمه الرفض في عوض التاجيل، طلب التاجيل، وبالتالي فهنا بحال كاين واحد ما خدوش بعين الاعتبار الطلب ديال المغرب كيف ما خصو يتخاد. انا تنظن هذه اشكاليه شويه صعيبه بزاف، لاننا امام سابقه ولحسن حظنا بالنسبه للتاريخ، بالنسبه للناس اللي كيهتموا بالبحث بالقانون بالتاريخ ديال الكره بالكونفدراليه الافريقيه بالتظاهرات الرياضيه وخصوصا كاس افريقيا للامم. هذه سابقه فتضعنا امام ماذا؟ امام جوج الحوايج، اما ناخذ موقف ولا نحاولوا نفهموا. نعم. الا بغينا نحاولوا نفهموا كاين طرفين، ما كاينش طرف واحد، كاين طرفين. كاين الطرف الاول هو الكاف المنظم لهذه التظاهرات والمالك لهذه التظاهرات. انا رجعت هذه ديال بان المغرب ليس مالكا لكاس افريقيا للامم، بمعنى ان نرى الكلمات والمصطلحات الى اخره بدينا تنلعبوا عليهم. خرجت اشياء ما كانتش مستهلكه في الساحه، منها القوى القاهره مثلا، هذا مفهوم اللي كاين في القانون الدولي واللي يخدموا فيه الناس الى اخره المنسدين، واشتغلنا حول الرياضه وكره القدم على وجه الخصوص، وكان كره القدم لا علاقه لها مثلا بالقانون الدولي. الان احنا مرغمين نعترف بان خص واحد الثقافه قانونيه تتعلق بالقانون الداخلي الرياضي وتتعلق كذلك بالقانون الدولي الرياضي اللي هو موجود واللي ربما كنقصوا فيه في ميدان التخصص، ماشي غير كمغاربه ربما حتى افارقه، رغم ان الكونفدراليه الافريقيه لما تتحدث عليها راه كتحدث على واحد اللجنه مكونه من شخصيات مرموقه في هذا الميدان، في ميدان القانون الرياضه. اتونسيون، راه كاين واحد خيخات تما ملي تيكسبوا تيعرفوا اش يديروا. الان حنا دابا ايبولا فورس ماجور، اشنو غتقول؟ غتدخل في الادبيات، غتدخل في مواقف اللي فيها اخلاقيات اكثر منها من واقع. الناس اللي عندهم درايه بالخطوره ديال ايبولا واخا ما يكونش متخصص غادي يقول ودي هذا، قالوها الناس، قالوها شخصيات كبرى من بلاتيني مرورا بالصحفيين ومسيرين قالوا بان هذا الا قلنا الغيماس وقلنا ايبولا الكره كتولي ثانويه شيئا ما. نعم. دابا العكس دابا انا كنتسائل تقول واش الكاف عندها حجج دامغه بالنسبه لكون ان المغرب يمكن ان ينظم في هذه الحاله من يتحمل المسؤوليه، ام ان المغرب ما عندوش هو حجاج وباغي يدير منها واحد الحمله سياسيه لاسباب اخرى؟ هذه تساؤلات لان دابا كتسمع من بين الاسئله اللي كتطرح كاين كذلك هذا المعطى هذا. هذا الشيء خصنا نديروا المشاهد الكريم في هذه الارضيه في هذا الواقع، ومن بعد ننطلقوا نشوفوا اعلاميا شنو كاين في الساحه. لان الواحد يقدر مثلا جالس معك يقول لك هذا هو الموقف ديالو. تعرف الناس الفوتبول سيتين باسيون، الذاتيات اكثر من الواقع لسوء الحظ او لحسن الحظ او الله اعلم. كتغلب الذاتيه على الموضوعيه. احنا في هذا الاطار سنقول بان غياب تخصص، وانا اتمنى ان غدا لما نبداو القضيه في اطار القانون، يعني القضيه ديال التنظيم وعدم التنظيم تجاوزناها، ما بقاش مطروحه بالنسبه لنا حنا. المغرب صافي خرج السوق، دابا المغرب غادي يشوف راسو اش كيتسناه، اش غادي يتسنانا في هذه العقوبات اللي جايه. نعم. وكيف ومع من ولماذا. اكيد. هذا هو يمكن ما ندويو على الكاف، لان بزاف د الحوايج كتقال الى اخره. ندويو على الكاف، شنو هي مصالح الكاف في التاجيل او عدم التاجيل، في تغييب المغرب او عدم تغييب المغرب. هذه اشكاليتها هي. نعم. اللي كتطلب مرجعيه معينه على الاقل حتى نتمكن من توضيح بعض المسائل وما ندخلوش في هذيك لا كونفرونطاسيون، هذاك الصراعات المباشر. نعم. مع الكونفدراليه الافريقيه. نعم. غادي نتابعوا واحد تقرير من اعداد الزميل عبد المجيد بالكابوس اللي كيعود بنا لكرونولوجيا تطورات هذا الملف.
منذ نيله شرف تنظيم كأس إفريقيا للأمم والمغرب جند كل الآليات كي يكون في الموعد، جهز بنية تحتية من الطراز العالي ووفر كل الظروف كي تكون الدورة 30 لكأس إفريقيا في أرقى المستويات. استمر الإعداد بأريحية كبيرة إلى أن أخذت الأخبار تتقاطر من العمق الإفريقي تفيد أن هناك مرض فتاك يقتل الإنسان دون هوادة اسمه فيروس إيبولا. هنا توقف المغرب مليا ودرس الملف بشكل مستفيض، فكانت صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار. وفي يوم الجمعة 10 من شهر أكتوبر المنصرم ستقطع وزارة الشباب والرياضة الشك باليقين وتتقدم باسم الحكومة المغربية إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بطلب تأجيل تنظيم كأس إفريقيا للأمم التي كان مقررا إجراؤها بالمغرب في الفترة المتراوحة ما بين 17 يناير و8 فبراير من السنة المقبلة. بلاغ الوزارة أوضح أن طلب التأجيل يأتي بناء على قرار وزارة الصحة المغربية الذي يؤكد على ضرورة تفادي التجمعات التي يشارك فيها وافدون من الدول التي ينتشر فيها مرض إيبولا. بطبيعة الحال طلب التأجيل قبل بالرفض من طرف الكاف الذي قال في الحين أنه سيرسل وفدا إلى الرباط برئاسة عيسى حياته لمناقشة الأمر. وجاء الموعد وهو يوم 3 من شهر نوفمبر الجاري. حضر عيسى حياته وكان الاجتماع والنقاش وخرج القرار. الكاف يرفض طلب تأجيل النسخة 30 من منافسات كأس إفريقيا إلى وقت لاحق، وأمهل المغرب 5 أيام للرد عليه بشكل نهائي. مرت 5 أيام وخرج القرار الرسمي يوم السبت 8 نوفمبر الجاري، والذي كان واضحا وصريحا أكد فيه المغرب تشبته بقرار الإبقاء على طلبه تأجيل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم من سنة 15 و2000 إلى 16 و2000. وأفاد بلاغ لوزارة الشباب والرياضة أن هذا القرار أملته دواعي صحية ذات خطورة قصوى ترتبط بالمخاطر الجدية لانتشار وباء إيبولا القاتل. القرار المغربي واضح ويعتمد على دوافع موضوعية تراعي الجانب الصحي بالدرجة الأولى، وبالتالي فالموقف المغربي يقويه وجود حالة القوى القاهرة التي تقتضي التأجيل كما هو منصوص عليه في قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. غير أن هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى وذهب يقرر العقوبات بالمقاس الذي يريد. الكاف يسحب تنظيم البطولة من المغرب ويعتبر المنتخب المغربي مقصيا، رغم أن هذا المعطى هو نتيجة تلقائية لقرار سحب البطولة في انتظار الآتي من القرارات والعقوبات. نعم، إذن من خلال هذا التقرير كيبان بأن كتخرج واحد الكلمة ديال القوة القاهرة، وهنا ربما خصنا نعرفوا شنو هي هذه القوة القاهرة اللي تحدث عليها السي بالعيد بوهميد. واش القوة القاهرة كتنطبق على وباء إيبولا؟ وشنو هي النصوص ديال الكاف شنو كتقول بخصوص هذا الموضوع؟ إذن فالقوى القاهرة وفي هذه الحالة بالذات فكنظن بأنه هذا المغرب يعيش في هذا كأس إفريقيا بالفعل قوة قاهرة، بحيث هذا الوباء وباء إيبولا وهو وباء قاتل، وقد أثبته المنظمة العالمية للصحة في غشت 2014. أثبت حالة طوارئ عالمية صحية على المستوى العالمي. كذلك المنظمة العالمية للصحة أعطت واحد الإحصائيات اللي هي مهولة، بحيث قالت في نوفمبر غادي توصلوا 20,000 حالة، وحنا الآن في 14,000 حالة وفتنا 5,000 حالة وفاة. تكلمات كذلك على شهر ديسمبر غادي تكون 15,000 حالة في الأسبوع. كذلك الOMS كذلك بالنسبه للتجمعات كما قال السي عزيز داوده ما كتمنعش تجمعات فعلا، ولكن تقول بالتعامل معها كل حاله على حده. اذا شكون اللي غادي يتعامل مع هذه الحالات؟ اللي غيتعامل مع هذه الحالات هما وزاره الصحه، اللي عندها واحد اللجنه وطنيه اللي دارت واحد التوصيات من خلالها ارتأت انه وباء إيبولا يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على صحة المغاربة وعلى صحة الإفارقة اللي يمكنهم يكونوا في هذيك الفترة، بحيث أنه للتذكير فهذا الوباء ملي كيكون في فترة الحضانة سكون ابل لا بيريود دانكوباسيون، فهو صاحب الوباء لا يظهر أي أعراض
وبذلك يمكن له يدخل البلاد وفي البلاد يمكن له ديك الساعه غادي تفوت لا بيريود ديكوباسيون فتره الحضاره ويولي كونتامينون، يولي يمكن له يعادي الاخوان المغاربه والافارقه، وديك الساعه يمكن لها توقع الكارثه. يقولوا لنا واش كاين شي خبير عالمي كما كاين النوع ديالو يفسر لنا كيفاش يمكن تعرف على مريض في فتره حضانه وتعرف عليه من يكون داخل في لي فرونتيير. سي براتيكمون امبوسيبل. نعم. دونك هذه علاش الان هي احنا امام قوه قاهره، والملف المغربي فهو ملف قوي بحيث انه اولا ايبولا هو عامل خارجي، احنا ما اخترعناش ايبولا في 1976 عنده قصه في الجزائر سابقا كوكرو الديمقراطيه، خدا الاسم ديالو واحد النهر في الجزائر سميتو ايبولا ودار حالات وفاه، وبعد ذلك انقرض وعاود بقى كيرجع مع حتى لدابا اللي انتشر بهذه الطريقه هذه. ثانيا لما المغرب في 2011 حظى بشرف كأس افريقيا والمغرب كله كان مستعد وفرح لتنظيم هذه التظاهره اللي كنعتزوا بها كاملين وكتفرح جميع المغاربه، ما كانش هذا ايبولا نيكزيست. المعطيات تغيرت اليوم ما كانش. ثالثا الخبراء ما كاينش شي خبير يمكن لك يقول لك بانه الخطر صفر، ما كاينش، ما يمكنش. اذا حنا كذلك عندنا الحق باش ناخذوا الاحتياطات اللازمه، لانه صحه المغاربه وصحه الافارقه عندنا مهمه، وكذلك المغرب كيعيش بالسياحه، المغرب عنده اون ايماج. الا كانوا هما كذلك يتكلموا كما قال السي عزيز داودة على المسائل الماديه، فاحنا كنتكلموا على المسائل الصحيه بالدرجه الاولى، وكذلك كنتكلموا على المسائل اللي كتخص المغرب بالدرجه الثانيه. اذا هنا حنا قدام حاله قوه قاهره. المغرب طلب التأجيل نظرا لحالة قوة قاهرة، والقرار اللي خرج فهو كيبين بأن الكاف غادا باش تطبق البند رقم 90، ولكن المغرب كيقول بما أنه هناك حالة تهجير قوة قاهرة فيجب تطبيق البند 114، لأنه هذه الحالة اللي هو كيقول les canons prévus dans voilà, alors les canons prévus au présent règlement seront tranchés par la commission d'organisation. Voilà, لأنه c'est un canon prévu بحيث أنه المغرب، ولكن ما كنفهموش شي حاجه كثيره من هذا الارتيكل. لا نفسر لانه هذا تري فاغ. لا بين التطبيق ديالها كيفاش التطبيق ديالها هو اللي هنا فين كاين السؤال. شوف سي با فاغ. المغرب تقصى من كأس افريقيا. علاش تقصى من كأس افريقيا؟ لوجود حاله التأجيل، كنطلبوا التأجيل لقوة قاهرة. وكذلك السياده، مفهوم السياده. دونك هنا خصهم يجيو يطبقوا الفصل 114. سيتي با بريفو دون لي ريغلومون، دونك خصهم يطبقوا الفصل 114، يتخذوا قرار اخر، ماشي يقول لك لحقاش المغرب تلقائيا متاهل لهذا الكأس الافريقيا سيتم اقصاؤه. متفقين؟ دابا جواد كان المغرب استعمل واحد جوج مصطلحات، هذه ديال القوه القاهره والسياده. هذا اش كنقول لك دابا دخلنا في اطار قانون، ما تيقول لك تيبين لك اش باغي فين باغي يمشي، فهمتي؟ دابا ملي كتجيب لي النصوص وتقول لي البنود الى اخره، راه كل غيدافع على راسو، كل شوف الطريقه اللي غادي. الا وصلنا هذه القضيه ديال سميتو عند فورا يبان الحساب كما تنقولوا، فهمتي؟ غادي يجي وقتها. السؤال اللي كيطرح ربما سي بعد هو ان لاكاف ما كتعترفش نهائيا بهذه القوه القاهره، يعني هذا التعليل اللي عطاه المغرب ما معترفاش به نهائيا. جوج الحوايج، ما كتعترفش بالتاجيل، ما كقابلش التاجيل. علاش ما كتقابلش التاجيل؟ لان كما قال ما قابلش التاجيل، كما قال بالعيد قبيله الكاف كتقول بان هي مالكه كاس افريقيا، اذا ما عندش حتى شي واحد الحق يأجل، هي اللي بغات تاجل، وهذا الشيء مذكور في اللوائح ديالها انها كتعطي لنفسها الحق تاجل، واللي ما كتعطيش الحق المنظم يأجل. علاش ما عندوش الحق يأجل؟ لأن الكاف كتعتبر نفسها كتعطي المغرب كأس إفريقيا، تنظيم الكأس إفريقيا بصفة مبدئية، سي ان اكور دو برينسيپ بصفة مبدئية حتى يطبق جميع مقتضيات دفتر التحملات اللي توقع عليه في افريل 2014 ما بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واتحاد افريقيا. غادي نمشيو نتعرفوا على الشق الرياضي الصرف. سي مصطفى، بعد هذا القرار ديال سحب التنظيم واقصاء المنتخب الوطني المغربي، الان لاعبي المنتخب الوطني هما في معسكر تدريبي بمدينه اكادير، كيفاش كتشوف الاثار ديال هذا القرار على نفسيه اللاعبين؟
ويكون اثار سلبي جدا، لان خاصه المدرب، للطاقم التقني، للاعبين، للجمهور. وشفنا بان المباريات كلهم استعداديه بدات يتطور فيها المستوى ديال المنتخب المغربي. كان واحد الامل كبير بان المغرب غادي ينظم، لان ما نساوش واحد القضيه بان المغرب اللي مشى وضع الملف ديالو ما كانش مجبر، هو باغي يدير هاد كاس افريقيا. بنى ملاعب في المستوى العالي، من ضمن اخيرا هو ديال اكادير. هذه اشياء ماديا تنظيميا المغرب واجد بما فيه الكفايه. قبل ما يخرج هذا القرار ديال اللي تجمعوا فيه في القاهره باش يقولوا بان المغرب قررت الكاف بان غادي ما يشاركش في كاس افريقيا وما غاديش ينظم. الليله ديال هذا قبل من الاجتماع كان تصريح في قناه تلفزيه ديال عيسى حياته اللي تيقول بان ما حنا ما عمرنا اجلنا من 57 كاس افريقيا. حنا عندنا التزامات مع المستشارين معنا، مع الناس اللي تيعملوا معنا، فاحنا ما غاديش نغيروا ولا ناجلوا الميعاد ديال هذا. كاين فرق محترفه ما تبغيش تخلي لاعبين يجيو ولا غيرنا. كاين اشياء اللي ما غاديش نخرجوا من النطاق ديالها، وان غنبقاو في يعني كيتمسكوا بالمواعيد المحدده، رغم ان كما قال جواد ولا سي بالعيد ولا عزيز داوده، هو ان هذه القوه القاهره راه بحال زلزال، راه بحال الفيضانات، بحال الاشياء، بحال الحرب. فهذا الفيروس هذا صعب جدا وما تيخسر زعما الصحه المغاربه، ولكن حتى الجمهور ملي غادي يجي واحد العدد، واحد الكميه كبيره ديال الجمهور، فهو تيتصرف بواحد الكيفيه سريعه جدا. فهذه اشياء اللي تخلينا نتخوفوا كثير على الصحه، لان هذا قرار ديال الدوله ديالنا وحنا كسيتويان تنمشيو مع الاتجاه. اما 15 يوم 20 يوم ديال الفراغ هذيك راه فايته كثير، وهذا ملي غادي يمشي غيكون مشاكل. بالنسبه لنا حنايا اللي تنتمنى هو ان كما قال جواد، هو ان قوه القاهره تنطبق عليها بان ما تكونش واحد لا سونكسيون من بعد ديال عامين ولا 3 سنين، ولا ما تشاركش في الاقصائيات اللي غادي يجيو ماشير هذه، ولا الفرق ديالنا ما تشاركش في الاقصائيات بحال دابا الفرق لا الرجاء لا تطوان هذو اللي غادي يلعبوا كاس افريقيا والتشامبيونز ليغ العام اللي جاي. فهذه اشياء تنتخوفوا المنتخبات ديالنا كلهم، لان غادي تكون واحد المستوى غادي يطيح لما شاركناش وما تقارعناش مع الفرق الافريقيه ديالنا وما مشيناش وتاهلنا باش نلعبوا كاس العالم ولا الالعاب الاولمبيه وداك الشيء، فالمستوى ديالنا غادي ينهار بزاف. يعني حتى بعض اللاعبين الدوليين الا سمحتي اللي لاعبين مع المنتخبات ديالهم في هذه التظاهره الافريقيه، يعني حتى الراي ديالهم هو منقسم ما بين اللاعبين اللي بغاو يجيو لهذه التظاهره ولاعبين اللي كيتخوفوا من هذا المرض، ومنهم الحارس ديال ليل انيما حتى هو اللي صرح وقال بانه ربما كيتخوف باش يجي للمغرب الا كانت فعلا هذا الوباء منتشر. فعلا حتى الفرق ديالهم راه ما غادي ترفض باش تخليهم يجيو الا تغيرت، ماشي تغير التاريخ، ولكن في هذا الوقت هذا اللي راه اليوم عاود راه شفنا في المالي كاين واحد لوكال اللي داز واحد الوفاه. فكما قال جواد ما كاينش واحد يقول لك راه زعما اللي ريسك زيرو راه كاين. فما تستعرفش كيفاش هذا الشيء غادي ينتشر، واللاعبين مرتاحين مع الفرق ديالهم غادي يمنعوهم باش يجيو، لان يقدروا يجيو هو ينشروا هذاك الوباء اون سي جامي سي غوفيان كونتاميني بهذه الاشياء هذه. صعب جدا، رغم ان كنا تنتمناو بانه، ولكن الصحه وكذلك الامان ديال البلاد ديالنا، حنا باغينا على عرس كروي اللي غادي يخلي مأساة من وراه. نعم. سي فريدي، القرار ديال الكاف تكلم على ان المغرب اخل بالالتزامات اللي كاينه في العقد الاطار. واش فعلا يعني المغرب خلى بشي بند اللي كاين في هذا العقد الاطار وربما المغاربه ما عارفينوش؟ كنظن ان الكبير والصغير في المغرب وخارج المغرب كيعرف ان المغرب ملي كيلتزم كدوله وكحكومه، ملي كيلتزم بشي مع شي مؤسسه دوليه ولا مع بتنظيم تظاهره كيكون في الموعد. خير دليل هو ان كما قال سي داوده راه الاتحاد الافريقي بنفسه نوه بان المغرب موجود قبل الوقت. ومثلا كنذكر واقيلا العباره ديال الوفد اللي كان حدا اللي قال لك ان الا كانت غدا غتنظم المغرب مستعد. ثاني حاجه بغيت نقولها هو ان كاس العالم للانديه اللي داز مؤخرا بالمغرب واللي كنستعدوا ليه كذلك داز في ظروف جيده اللي عطات واحد سلون اخر، واحد دفعه جديده لهذا الكاس بحد ذاتها.
انا بغيت نرجع احنا مقتنعين بزاف بالملف المغربي وبالموقف المغربي، وكنظن في هذا الشارع المغربي ما خطاش، لان تخرج للشارع تكلم مع اي مواطن مقتنعين الناس بان الموقف المغربي محترم ومقنع، والناس مرتاحه لان ما تراجعناش على القرار الاول اللي هو طلب التاجيل. الان المغرب على اتم الاستعداد لاحتضان كاس افريقيا للامم 2015. مي كنبغي نشير واحد هذا انه الا عطيتك اللائحه وقت البرنامج ما كيسمحش. نعم. انا نعطيك اللائحه ديال كل التظاهرات الرياضيه اللي كانت غادي تكون في افريقيا واللي تلغات او تاجلات. مثال سي فريد. اخر مثال نعطيك هو كل المباريات الافريقيه اللي كتتعلق بكره اليد. الاتحاد الافريقي ديال كره اليد طالب بتاجيل كل المباريات وكل اللقاءات. هذا الاتحاد الافريقي يعني جمد جميع الانشطه ديالو لغايه ما نلقاو حل لهذا اللي لغايه ما نعرفوا فين المسار ديال هذا الوباء. كنتكلموا على وباء، ما كناش كنتكلموا على فيروس ولا كنظن ان الشخص اللي اكتشف ايبولا في السبعينات قال لهم ان ايبولا خرجت من منطقه ديال فيروس عادي ودخلت منطقه ديال كارثه انسانيه، لان ملي كتوصل ل 5000 كاتاستروف هومانيتير، ملي كتوصل انك 5000 وفاه راه ماشي كارثه. هذه راه كارثه. نزيدوا ان نعطيك مثلا في جميع الرياضات، سباق الدراجات ديال بوركينا فاسو والغيه، الاتحاد الافريقي لكره القدم ولكن العسكري، الاتحاد الافريقي العسكري لكره القدم، الكاس الافريقي تلغات. يعني سي فريد، واش هذه الامثله اللي كتذكر دابا يعني ذكرتوها المسؤولين ديال الاتحاد الافريقي؟ هما ادرى بالناس بانه كاين هذه الامثله كلها. غنعطيك واحد 3 ولا 4 امثله اخرين اللي كنعطيك امثله مختلفه، راه واخا كيبان لك متشابهه مختلفه، لان بعض المرات الاتحاد الافريقي ديال كره اليد كيلغي تظاهرات، بعض المرات كتجي من المنظمين ديال ان الفريق الامريكي للباسكت ديال كره السله اللي كان غادي يجي للسنغال واحد المعسكر الغى كذلك نفس السنغال. السنغال بلد غير معني لحد الان بايبولا. الدول اللي غير افريقيه اللي لغات التظاهرات ديالها مثلا دوله الامارات العربيه اللي الاتحاد الدولي ديال الرugby الغى تظاهره دوليه اللي كتكون في دوله الامارات فقط لتجنب اي تجمع اللي غادي نتشجع عليه. لان شنو المخاوف الاولى؟ كاين المخاوف الانسانيه والبشريه، كاين الصحه العموميه، لكن كذلك انك انت نظمتي كاس افريقيا، انت استقبلتي الامم الافريقيه كلها، وانت درتي جميع الجهود باش تقلل من المخاطر، وظهرت لك حاله ايبولا وحده في هذيك الالاف ديال الزوار اللي جاوا على قبل كاس افريقيا. حاله وحده واش ما غاديش تحول الحفله مأتم؟ اكيد. واش ما غاديش تحول ليفيت دو بسيكوز حتى هو كيلعب دور. يعني ليفيت بسيكوز اوجوردي المغرب بدا كيخلص من الان تبعات ديال غير هذا الحوار حول ايبولا. انا ديجا في مراكش كاين التجمع اللي كان غادي يكون كبير ديال الشركات، هذا التجاري حر ديال بعيد على كرة القدم، بعيد على اي شيء، وتلغى فقط لان الناس اللي هذا ما بغاوش هذا ليفي هذا ومشى لبلاد اخرى. ملي كنشوفوا جميع هذا كنقولوا الموقف المغربي اللي كيدافع عليه واش حاله ديال كاد فورس ماجور ولا لا، ماشي فقط النصوص، ماشي فقط الموقف ديال لاكاف. الاتحاد الافريقي هو محاور ديالنا، ولحد الان المغرب مازال كيذكر الاتحاد الافريقي اننا على المستوى التقني والرياضي والتجهيزات مستعدين، ولكن الواقع هو اللي كيذكر المغرب وكيذكر المجتمع الدولي انه في تنظيم تظاهره بهذا الحجم اللي هي من بين اكبر التظاهرات الرياضيه الدوليه كاين مجازفه. نعم. وان المغرب كيقول هذه المجازفه ما عندنا ما نديروا بها. الا سمحتي السي فريد، دائما في نفس السياق غادي نمشيو نشوفوا الجواب ديال السيد وزير الشباب والرياضه يوم امس في جلسه الاسئله الشفويه بمجلس المستشارين. احنا اولا ما رفضناش، احنا شعارنا واضح،
متشبتون بالتنظيم متمسكون بالتأجيل، لأن كاينه واحد القوة قاهرة. أنا اليوم قانونيا يعني حتى فقهاء القانون هما كيتحدثوا على القوة القاهرة أو ما يعرف بالفرنسية ان كا دو فورس ماجور. العالم اليوم يعني عاجز امام واحد الوباء اللي متفشي في العالم. كان اجتماع خرجوا بهذا القرار. طبعا المغرب ما غاديش يشارك، هذا شيء طبيعي، لان المغرب كان بلد هو اللي غادي يحصد التظاهره، اذا هو مؤهل اصلا. اذا تنظم في بلد اخر فطبعا هذا الشرط كينتفي. العقوبات مازال ما تحدثوش عليها. هما قالوا في البيان ديالهم بان غادي يكون واحد اللجنه اللي غادي تكون وغادي تشوف على حسب يعني العقوبات اللي غادي تكون، واللي كتهضر اللي كتنص على يعني تنصل المغرب من الالتزامات ديالو. احنا ما تنصلناش، هذا هو دابا الاختلاف اللي كاين. المغرب لا يتنصل ولم يتنصل ولن يتنصل. انا كنقول نفس الكلام وربما ما اكدتش عليه بشكل كافي. المغرب خدا قرار ديال التاجيل مبني على واحد القوه قاهره اللي كما تحدثت، وطبعا غادي ما نسرعوش، غادي نشوفوا شنو كتوقع القرارات ديالنا. ثق بيا بان جميع السيناريوهات يعني الدرسات وجميع الاحتمالات حنا موجدين لها. ديال الكلام ديال السيد الوزير جوابا على احدى الاسئله شفهيه بمجلس المستشارين. واضح سي فريدي، لحد الان ما كاين حتى شي عقوبات بخصوص طلب المغرب وتشبت المغرب بتاجيل تصديم كاس افريقيا للامم. السيد الوزير قال بان جميع الاحتمالات درسات. شنو الاحتمالات الوارده وكيفاش كتستعدوا لها؟ لا حتى حنا تغير الموقف المغربي شويه في هذا الباب هذا، ان كنا كنتعاملوا من مبدا ديال ان عرس ديالنا جميع، وديال ان كاين واحد الوضع جديد اللي سميتو الوباء وبلي كنطالبوا تاجيل. اذا كنا كننتظروا، وكنظن ان الجميع كان كينتظر ان الاجتماع ديال الرباط كان غادي يكون اجتماع ديال فيه نقاش وفيه اخذ ورد وفيه اقتراحات ما كانش في هذه الطريقه. يعني كان اجتماع شكلي فقط والقرار اتخذ من قبل الاجتماع. من قبل الاجتماع كان قرار مكتوب موجود. اذا احنا براسنا كانت مفاجاه بالنسبه للمغاربه. الان دخلنا في مرحله اخرى، المرحله ديال اننا كنوجدوا بكل موضوعيه الاجوبه المغربيه، وكنوجدوا كذلك المرافعه ديالنا لواحد في واحد الملف اللي حنا مقتنعين به. نعم. اذا كل على ما جاء على في كلام ديال السيد الوزير ديال كل كلمه عندها الوزن ديالها، كل جمله عندها الاهميه ديالها. الموقف ديالنا واضح وكنعاودوا نقولوه حنا مازال مثبتين بتنظيم التظاهره، يعني اننا من لحد الان كننتظروا من الطرف الاخر اللي هو الاتحاد الافريقي مشكورا انه ياخذ بعين الاعتبار اننا مازالين بغينا ننظموا التظاهره. الا كان واحد ظرف قاهر اللي هو فيروس ايبولا، كنطالبوا من اخواننا في الاتحاد الافريقي انهم يتفهموا الوضع. مش يتفهموا، ياخذوه بعين الاعتبار، مع العلم ان المحيط ديالنا كله كبلد وكذلك المحيط ديال الاتحاد الافريقي كمسير ومدبر امر ديال واحد الرياضه في افريقيا كيمشي في نفس الاتجاه ديال المغرب على مستوى التاجيل وواحد العدد ديال التظاهرات على مستوى الالغاء. يعني حنا ما جيناش واخترعنا شي حاجه بوحدنا. الان كنظن ان كل المتتبعين العارفين بامور الامور القانونيه والامور الرياضيه والامور ديال القانون الرياضه، القوانين اللي كتحكم المجال الرياضي كيتفهموا الوضع، وكلنا كنشتغلوا لان مازال كننتظروا النتيجه ديال العمل ديال اللجنه ديال الاتحاد الافريقي، وملي غادي يكون اللي كننتظروا العقوبات اللي غادي تصدر من طرف اللجنه التنفيذيه. كننتظروا قرارات اللجنه ديال قرارات غادي يكون فيها عقوبات. هذا الشيء اللي قال كننتظروها يكون هاد القرارات هذه غادي يكون الرد المغربي كذلك. سي عزيز داوده، في نظرك المغرب او وزاره الشباب والرياضه شنو يمكن لها دير في هذا الوقت وكيفاش خصنا نتصرفوا باش اننا يعني نخرجوا باقل اضرار من هذه الوضعيه؟ سيدي كاين جوج ديال الحلول. الحل الاول هو ننتظروا كما قال السي الفاريدي، ويمكن هذا هو الاختيار اللي خدت الحكومه، ولكن ما تنشاطروش في الراي. انا بالنسبه لي خصنا نكونوا بليز اوفونسيف، بمعنى لان المتضرر الاول قبل من لاكاف هو المغرب. اكيد. علاش؟ لان لاكاف غدا الا نقلت التظاهره ونظمتها العام الجاي ولا من بعده، هذاك البريجوديس ديال داك الشيء اللي سوا ديزون خسراته واللي تتقول لي تخسروا مع المغرب غتسترجعوا، ولكن المغرب داك الشيء اللي صرف ما غيسترجعوش، والمغرب صرف فلوس طائله اللي كان يصرفها في حاجه اخرى،
واللي وجدنا بها واحد العرس كبير، ويعني والناس وحتى يعني حتى في جميع الاوساط كانوا المغاربه كلهم متفقين انه يكونوا هذوك الاستثمارات المغاربه يعني يكونوا هذوك الاستثمارات بالطريقه اللي كانت وداك الشيء كلشي فرحان باش غتجي هذه التظاهره. اليوم اللي ما بقاتش عندنا التظاهره ماشي حنا اللي حيدناها، هما اللي حيدوها لنا. البريجوديس بور لو ماروك بلوز امبورطون، لان عندنا الدوله صرفات اموال باهظه وضاعت فيها، عندنا شركات خصوصيه اللي صرفت اموال باهظه وكانت تستعد للتظاهره من الناحيه التجاريه من الناحيه الاستشاريه من الناحيه اللي ضاعت فيها. عندنا الاعلام ديالنا اللي ضاع، عندنا واحد العدد ديال المكونات ديال المجتمع وديال المغرب كامل اللي ضاعت، حيت انه حنا ضايعين. انا كنت ندبر هذا الملف غندير واحد السرد هذا الشيء كامل وغنحطوا لك كنقول لهم احنا ضايعين اكثر منكم. اللي بغيت ضيعتونا في التظاهره ما بغيتوش تندموا عنا، حنا تنقول لكم شنو ناجلوها. سبق انه تاجلوا تظاهرات، والمغرب سبق له انه عتق لا كونفدراسيون افريكان في كاس افريقيا هذيك اللي جرات في المغرب السابق ديال 88. كيفاش خداها المغرب؟ لان واحد الدوله حتى بقى واحد بضعه اشهر وقررت وتخلات عن التنظيم. الدوله تخلات عن التنظيم، قال ما قاداش. البلد الوحيد اللي جاء واعتق لا كونفدراسيون في ذاك الوقت باش يمكن الاستحيات اليوم يقول لنا انه ما عمرهم ما اجلوا لان المغرب ساعدهم باش ما عمرهم ما ياجلوا. هذيك السنه انتخبوا عليها عندنا تما في 80 فاش كتنتخب عيسى لان المسائل خصها تتوزن. انا ملي تنجيب واحد لارغيومونتير تنقول على انه حنا ما عمرنا ما اجلنا، متفقين ما عمركم ما اجلتوا لان المغرب ساعدكم باش ما عمركم ما اجلتوا. كذلك كاين الحاله ديال ليبيا في 2013 اللي جات في بلاصه جنوب افريقيا، يعني ربما هذه ماشي حاجه استثنائيه. جنوب افريقيا عاود تمكنات سميتو عطات الفرصه للكونفدراليه باش ما تاجلش. حيت اللي ما تيتفهملياش انا كيفاش واحد المنظمات اللي هي منظمات غير حكوميه حقيقه وكذا، واللي ما عايشه الا لاصقه في الدول وفي الحكومات، لان شكون تيستثمر في كره القدم في العالم كله؟ الدول. الا جينا نقارنوا المداخل ديال الاستشهار وداك الشيء تيتكلموا عليه هما بالمقارنه مع ما تتصرفوا الدول، هذاك الشيء اللي غيدخلوه هما ماشي ملعب واحد في الدار البيضاء، ماشي ملعب واحد في اكادير، ماشي ملعب واحد في طنجه، فهمتي؟ حيت الدول هي اللي تتصرف. حتى من ناحيه التعامل خصهم يكونوا شويه البيبي وشويه البيقين، لان ملي تيبداو يتكلموا على المغرب راه تيقيسوا راه تيخاطبوا واحد 40 مليون ديال المغاربه، والله اعلم شحال حنا دابا اليوم. تفضل اسي مصطفى. واحد الصوره دابا نتكلموا على المغرب بانه راقصه وداك الشيء، باش نعرفوا بانه الصرامه ديالهم هو في كاس افريقيا. راه السي بالعيد سمعت ليه الصباح تيهضر على هاد الحوايج، هو في الواقعه اللي وقعت للمنتخب ديال التوغو اللي كانوا غادي متجهين الانغولا باش يلعبوا كاس افريقيا، وماتوا تصدوا لهم بعض المجرمين وماتوا جوج ديال سمو، وتم العقوبه عطاوها المنتخب لان علاش في جو توقفوا عامين وهذا وما عقلوش عليهم بحال هذه الاشياء. زعما في الاخير لان العالم المنظومه العالميه كلها الرياضيه تفاجات بقرار يعني حقيقه الفيفا اللي دخلت لان هادشي اللي كانت بطريقه حبيه ماشي بطريقه رسميه، بطريقه حبيه حاولت تقارب وجهه النظر. مؤخرا سمعنا التصريحات ديال سمعنا التصريحات الاخيره ديال عيسى حياتو. السيد هذا تكلم على ان يعني لغات الخطاب خصها تميز بواحد اللونه، في حين ان التصريحات الاخيره هي نوعا ما متشدده. تعقيب على هذه يعني هذه اللهجه الجديده اللي ولات كتخاطبنا بها الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. انا نقول لك واحد القضيه، انا بزاف الناس هذا اللي تيضرني انا شيئا ما، ماشي عاجز، انا كنعرف المنطق ديالو. حنا دائما حنا بكل صباح كنتناقشوا في هذه المسائل. انا غير كاين بعض الناس راه كيسحبوا هاد لاكاف كيسحبوها بحال شي عصبه ديال شي مبادره عندنا في المغرب ما عندها لا ضوء ولا ما عندها راه. ما تقول ايبولا راه عندها اطباء متخصصين، ما تقول القانون راه عندها الناس ديالها اللي في الميدان متخصصين. تقول لك اساتذه في جامعات كبرى في باريس في مارسي في الكامرون في ابيجان الى اخره، الناس متمكنين من. الى قريتي البلاغ الاخير شوف كيفاش مكتوب والجماليه الى اخره. نحترموا اولا هذه المؤسسه، وانا السي الفريدي متفق معه لان قال واحد الوقت قال بان احنا راه ما عندنا مشكل مع لاكاف كمؤسسه كل واحد الان كيدافع على المصالح ديالو وكيدافع على وجهه النظر ديالو. ملين بلونتيو الديكور نذكروا اش بغينا اش ما بغيناش الى اخره، ما نبقاوش خلط. راه ماشي مشكل ديال عيسى حياته كشخص مع المغرب، راه كنقولوا الدوله المغربيه، تنقولوا عدد من المسائل المصطلحات التي نستعملها اليوم التي سنحاول فرضها لما جاء العقوبه. غير فقط دير في راسك بان اليوم خص المغاربه كلهم يتمناو حاجه واحده،
ان لاكاف تلقى البلد منظم. اذا لقات البلد منظم غيطفي من اللعب ديالنا. واش نقول لك العقوبات تناقش انت هذيك الساعه شحال خصنا نخلصوا كيفاش ترى الى اخره. الاشكال هو ان البلد منظم نخلصوا الثمن. مصيبه. انا ما متفقش مع السي بلعيد في المساله هذه، حتى في الصباح ما كناش متفقين. انا تنفضل ما يلقاوش البلد المنظم، هذاك هو اللي غيعزز الموقف المغربي، انه جميع الدول الافريقيه غتكون على نسق واحد ان هذه الدوره خصها تاجل. ربما غادي تزكى القرار ديال المغرب الى ما لقاوش دوله ما تاجلش هذيك الساعه غتلغى. غادي تبان على انه القرار ديال الكونفدراليه الافريقيه ما كانش على صواب وما كانش منطقي. لا انا متفق مع الشيء. ملي كندخلوا في هذا المستوى ماشي مشكل نتناقشوا. انا سنقول لك غير ما لك وما عليك. ما نساوش بان راه حنا اللي طلبنا بالتاجيل الى اخره. كما كيقول فريد، خصوصا بان المغرب يعني اقترح بديل، راه ماشي قال ما غاديش ننظموا نهائيا وكنسحبوا من التنظيم، فاقترح البديل ديال جوج ديال التواريخ. اقترحنا البديل. شنو كتقرا انت؟ بالنسبه ليه هو راه وي نو نعم لا. كذاك ما تيقولش هو ماشي شغله. تيقول جعلنا هنا قال لك من هنا 5 ايام غتقول لي ايه لا. بالنسبه ليه هو لا قلتي لي انا باغي ناجل بالنسبه ليه لا. كيقول لك انا النصوص ديالي هذه ساهره غينوض فيها الصداع. انت تقول ما تخافش انا من الموضوع. انا ملي كنتكلم لك على اللهجه اللي ربما متشده نوعا ما، يعني لما كيكون السبب تعطى اللي هو قوى قاهره، ابخي غادي يكون خلاف التعريف ديال قوى قاهره. ربما حنا باش كنعرفوا القوى القاهره ماشي هو التعريف اللي كتعطيه لاكاف. لما كيكون الناس راه دخلت في العراق ودخلت بهذا المفهوم هذا ديال القوى القاهره، هذه راه كيستعملوا في دول ما تقدرش تقارن حتى السياده ديال الدول الاخرى الى اخره. هذا اشكال عويص وعويص جدا. القوى القاهره تشوف شنو هي. لكن ما كتظنش بان لاكاف يعني ما تفهماتش بتاتا ولو في لحظه واحده الموقف ديال المغرب؟ هذا هو السؤال. تيظهر لي انا عمرها ما درسته وما عمرها ما ناقشته، لان ما نصادرتش. لانه بالتاريخ قبيله احساس اللي كان ان كاملين كنظن كاعلام وكوزاره ان الموقف او المواقف ديال الاتحاد الافريقي كانت جاهزه، وكان الرفض حتى ديال انها تطرق للموضوع. هذا اللي كيخلينا اليوم كنتكلموا انها كنظن ومازال عندي امل ان الجميع يعترف واحد النهار ان الموقف المغربي كان موقف عنده مبرراته ومبررات معقوله. ما نقولوش هذا عنده الحق وهذا ما عندوش الحق، ما نقولوش ان لاكاف كتدافع على واحد المشروع اللي هو التنظيم في واحد الاجال، لان بطبيعه الحال عندها التزامات وعندها، ولكن الموقف المغربي كنظن انه موقف يحترم لعدد من المبررات والاسباب. كنظن هذا لا نقاش فيه، كنا متفقين على ان الموقف ديال المغرب يعني السبب واضح. والنقطه الثانيه ديالو ان المغرب ربما الطريقه اللي مازال المغرب كيأكد انه مازال المغرب كيقول الى اجلنا ب5 اشهر راه حنا غادي نكونوا قادرين ومستعدين. علاش؟ لان غادي يكونوا على بينه من امرنا. سؤال السي فريدي، لما المغرب كيقول بان ربما غادي ننظم بعد 5 ديال الاشهر، على اي اساس بنى المغرب هذا الاقتراح؟ لا سنه داروا سنه ما بقاش سنه. يعني شكون اللي قال المغرب بان راه ربما من بعد سنه ما غيبقاش هذا الوباء؟ كانوا جوج ديال الامور. اولا المعلومات العلميه، وحنا حتى واحد فينا ما كنظن ان حنا كنا كنشوفوا شنو اهل العلم كيقولوا، اهل الطب كيقولوا انه الا كان غادي تلقى دواء او لقاح فهو خير تلقى اليوم غادي يطلب واحد الفتره ديال 3-4 اشهر باش يكون موجود على الساحه. والثانيه هو انك نقولوا على الاقل اذا كنتي غادي دير استعدادات خاصه لاستقبال دوك الناس الزوار والاستقبال الحشود من الجماهير، غادي يحتاج واحد الفتره الوقت على الاقل ديال 6 اشهر. وفي هذا الشيء كله حنا ماشي حنا كنقترحوا وكنتظروا من الجواب من الجهه الاخرى، الجواب اللي غادي يعطيك بالرفض او الياه ولا لا، ويقدر يجي الاقتراح من الجهه الاخرى. نعم. فيما يحفظ ماء الوجه ديال الكره الافريقيه، ديال كاس افريقيا، وديال البلد المنظم، وكذلك ديال حنا كلنا مشروكين في هذا المشروع، ماشي غير فقط المغرب غينظم وحنا ما غنظمش. والان كنظن ان الصعوبه الكبيره هو ان راه ماشي اوتوماتيكي داك الشيء، ما بغيتوش تنظموا على هذا ولا هذا غادي نلقى بلاصه اخرى، لا ماشي بالسهوله. يعني اخر دليل هو ان لحد الان باقي ما كاينش شي بلد اللي قال باننا مستعد ننظم بقات شهرين. شو بغيتي يدير لك شي واحد؟ بغيتي شي واحد ينظم في شهرين؟ هذا اللي بغى يبدل في شهرين الله يحسن عوانه بصراحه. من هنا شهرين واش غادي يدير لها؟ لا هو دابا ما كيقولوا بان توصلوا بمجموعه من الطلبات
ولكن الكاف حتى الان باقي ما كاين والو. الكاف كتاخذ الوقت ديالها لانه ربما هي كتبحث على بلد اللي كيتوفر على بنيات تحتيه مهمه البلدان اللي كيتوفروا على بنيات تحتيه راهم رفضوا التنظيم. لا مازال الان الكابون مثلا كاين بحال لونغولا مثلا عندها انغولا. جنوب افريقيا رفضت تنظم. جنوب افريقيا الجزائر رفضت. كيدويو على قطر وعلى البرازيل وعلى يعني واش هذا يعني لما وصلنا لهذه الحلول هذه ديال قطر والبرازيل، واش هذا ما كيزكيش الموقف ديال المغرب؟ هادشي اللي بغيت نوصل ليه. لما الخيار ما بقاش يعني في القاره الافريقيه مجموعه من الدول الكبرى. باري داكار كاين ديالوكاليزي راه مشى للارجنتين ومشى. جينا على السؤال. نعم. هذا كيزكي واحد النقطه اساسيه، هو ان لاكان او الكاس افريقيا، ويمكن ان المخاطبين ديالنا كيفكروا كذلك في انهم يقدروا يديروها بدون جمهور، لانك ملي كتقول غادي نديها للبرازيل راك كتقصي واحد العدد كبير من الجماهير. ربما غير اقوال الصحف. نعم. يعني المغرب مثلا متشبث بالتنظيم ومتمسك بالتاجيل، والاتحاد الافريقي مازال كيفكر كيفاش نلقاو حل لهذه الوضعيه فقط. سي جواد، الان شنو العقوبات المحتمله؟ نسبقوا شويه الاحداث ونشوفوا شنو هما العقوبات المحتمله اللي يمكن تجي للمغرب. اهم شيء ان الموقف المغربي راه موقف قوي، راه خصنا نعرفوا كاملين بانه ايفيكتيفمون كاينه قوه قاهره، وخصنا نعرفوا كذلك بانه العقد الموقع ما بين الجامعه الملكيه المغربيه والاتحاد الافريقي، فهو كيقول الاتحاد الافريقي كيطالب بالجامعه الملكيه المغربيه باش تحصل على جميع التصريحات لتنظيم من الحكومه المغربيه لتنظيم التظاهره. باش تنظم التظاهره خصك تحصل على تصريح الحكومه المغربيه. هنا الحكومه المغربيه شافت بانه كاين وباء ايبولا، ما يمكنش الاتحاد الافريقي هو يشوف يعرف كيفاش يمكن لنا حنا ناخذوا الاحتياطات من وباء ايبولا. الحكومه المغربيه بوحدها اللي يمكنها تعرف، وزاره الصحه بناء على تسييرات اللجنه الوطنيه. هذه من جهه. من الجهه الثانيه بالنسبه لظروف القوى القاهره، فالمغرب يمكن يمشي المحكمه الرياضيه الدوليه. بالنسبه للطريق اللي غادي فيه الاتحاد الافريقي الان كيتبين بانه غادي كيسلب واحد الطريق باغي يمشي للفصل 90، بيسكو كيقول لك ان المغرب رفض. دونك هذا الفصل 90 كيتكلم وكيحدد الرفض، كيقول بانه علاوه على العواقب التاديبيه او العقوبات التاديبيه اللي ما كيحددهاش بالضبط شنو هي العقوبات التاديبيه، فهناك عقوبات ماليه $50,000 بالنسبه، ولكن كيقول قبل بالنسبه $50,000 في المرحله الاولى. لا الوغ غوتري نوتيفي موان دو 6 موا اللي هو الحاله ديال المغرب. فوالا دونك، ولكن قبل ما كيقول غوتري نوتيفي يعني كاين اشعار، خصو يكون اشعار في واحد المده اقل من 6 شهور. فالمغرب هنا شهر. بالنسبه للحاله اللي تكلم عليها سي مصطفى قبيله ديال الطوغو، غنفتح واحد القوسين. فالطوغو علاش تم الاقصاء ديالها؟ لانهم هما من بعد وقعت الفاجعه ما كتبوش الكاف، مشاو بحالاتهم، ما بغاوش يبقاو يلعبوا، مشاو. دونك هما قالوا لهم فو نافي با نوتيفي اللي زون سسبوندو. حنا قمنا بالاشعار. حنا كاينه عقوبه $50,000 راه كيقولها القانون، ما كنقولوهاش حنايا. حنا سي جواد راك عارف باينه. دونك كاينه $50,000، من بعد منها كيقولوا جبر الضرر المادي والمعنوي. اذا هنايا مساله ديال جبر الضرر المادي والمعنوي غادي نرجع للعقد الموقع بين الجامعه والاتحاد الافريقي لكره القدم، فهو يقول بانه عند الرفض، واخا حنا ما كاينش رفض، ولكن انا كنحلل الموقف ديالهم هما، لان ما موافقش معاه، انا ما متوافقش معاه. فالعقد الموقع بين الجامعه والكاف كيقول بانه على البلد المنظم في حاله انه رفض باش يقوم بزميله، باش يقدم جميع المساعدات الماديه واللوجستيكيه وجميع المساعدات باش تمشي تنقل الكاف لاكان كاس افريقيا الى بلد اخر. وحنا كنعرفوا ان المغرب في هذا المجال يعني واللجنه المحليه ينظم لاكان في دوله اخرى. لا ماشي نظمها، صح العباره، يعني هو اللي غادي يمول، يعاون غادي يقدم جميع المساعدات. هذا اجبار، هذا حنا مسينين عليه. خصو يقدم جميع الملفات باش لاكان تنتقل لبلد اخر، خصو يعاون بطريقه ماديه معنويه. وهذه شيء مسائل اللي هو موقع عليه. وحنا كنعرفوا بانه اللجنه المحليه المنظمه
فهي بقات كتشتغل حتى قرار 3 نوفمبر، بقات كتشتغل وفقا على الجدول الزمني اللي كان عندهم. ودايوغ هي واحد 10 ايام 2 اسابيع داروا واحد ورشه شغل كونسيرنون الماركتينغ فوالا، وقدموا المستشارين. يعني ان اللجنه المنظمه، وهذا الشيء كيبين الموقف المغربي علاش قوي عاوتاني، لان عمليا فالناس بقات خدامه، اللجنه المنظمه المحليه بقات خدامه، لي تيغان دونترينمون واجدين، كاين طنجه، كاين زياتن عاوتاني بداو فيه، كاين الرباط تمت اعاده مركب مولي عبد الله، وداروا ديغان دونترينمون اكادير مراكش. دونك كل شيء تقريبا واجد، حتى من لا سيريموني دو تيراج او سور راه مازال بروغرامي دابا لو 26 نوفمبر في الرباط. وبالنسبه للحفل الافتتاح فهو كذلك كانت هناك طلب العروض، ومعروف شكون اللي غادي يقوم بالحفل الافتتاح، حفل الاختتام، لا سيريموني دو غوميز دو تروفي، كل شيء. يعني المغرب دونك من ناحيه دوك هذا المغرب علاش غادي يرفض؟ من الناحيه العمليه فهو واجد، من الناحيه القانونيه كيقول لك اودي انا عندي واحد القوه قاهره اللي هي مرض ابولا، واللي ربما الا كثروا الناس ما غادي يقدروش إلا سمحتوا غادي نمشيو ناخذوا واحد ردود افعال الشارع المغربي بخصوص قرار المغرب بطلب تاجيل تنظيم الكاس الافريقيه. خلف قرار الاتحاد الافريقي بتجريد المغرب من استضافه نهائيات كاس افريقيا 2015 ومنع المنتخب الوطني المغربي من المشاركه في النهائيات ردود فعل كثيره بالشارع المغربي. وكان الاتحاد الافريقي قد اعلن هذا الخبر الذي نزل كالصاعقه على محبي وعشاق الكره المغربيه مباشره بعد اجتماعه بمقر الكاف بالعاصمه المصريه القاهره. الاساسي بالنسبه لنا حنايا هو الصحه ديال الشعب المغربي، ديال المواطنين المغاربه، والصحه ديال الضيوف اللي غيجوا عندنا في المغرب. ولهذا حنا جد راضين كل الرضا على القرار اللي خدته الحكومه المغربيه في هذا الاتجاه. انا موافق مع راي الحكومه المغربيه وراء هذا القرار. هناك القرار ديال الحكومه معناه السلطات الصحيه في المغرب ترى بان ننظم المغرب هذا الكاب في جونفي 2015 سياتينا بخوات بهذا المرض الخطير الذي يعدي المواطنين المغاربه. الشارع المغربي إذن يجمع على أن قرار التأجيل الذي تشبثت به الحكومة المغربية كان حكيما بسبب مخاوف انتشار فيروس إيبولا القاتل والذي حصد الآلاف في غرب إفريقيا. وكيفما كانت العقوبات المنتظرة من اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي فالمغرب سيدافع على مشروعية قراره. إذن كانت هذه ردود أفعال الشارع المغربي بخصوص قرار المغرب بتمسكه بطلب تأجيل تنظيم كأس إفريقيا للأمم. سي عزيز داودو، الآن يعني وصلنا لواحد المرحلة اللي ما كاينش فيها الرجوع إلى الوراء، فشنا هي القرارات المحتمله من طرف الكاف، خصوصا بان كاين اقصائيات، كاين منافسات، كاين اقصائيات كاس العالم 2018، واش من المحتمل بان الفيفا كذلك تدخل على الخط؟ لا ما تزيدهاليش واش الفيفا تدخل على الخط، لان الفيفا تعتبر هذه مساله داخليه ديال افريقيا وغتخليها قاريه وغتخليها الافريقيه تسيرها، بحيث انه ما سبقش ان الاتحاد الدولي الفيفا دخلت في شي حاجه اللي هي قاريه. لا، مساله الطوغو دخلت بواحد الطريقه حبيه، لان فقط هي شعرات على انه كانت واحد لاندينياسيون عالميه، كيفاش واحد الفريق اللي تعرض للقتل في الطريق ويتوقف وكذا، يعني العالم كله واحد ما فهم. الفيفا قالت لا كاف هذا الشيء درتو راه ماشي معقول وتراجعوا على سميتو. يعني ربما هنا هذاك يعني بان لا كاف ما كانتش دائما صحيحه في القرارات ديالها. يمكن ناخذوا من هذه الزاويه في هذه الحاله هذه ما كانش على صواب. واللي تنتمناو انه في الحاله ديال المغرب كذلك يتثبت على ان ما تكونش على صواب، لان التسرع انا فقط اللي تلوم فيه لاكاف، بحيث انها هي في الدور تلعب الدور ديالها، هذه تظاهره ديالها اللي هي باش تدخل ذاك الماده باش تسير باش تساهم، تقول هي باش تساهم في تنميه كره القدم في افريقيا باش كذا. والمغرب كانت واحد لوبين اكستراوردينير، بحيث انه خصنا نعرفوا باللي المداخيل ديال لاكاف طلعات في هذه السنه هذه في الدوره ديال 2015، لان الدوره في المغرب. نعم. حتى انه حتى ذاك المستشيرين، كاين المستشيرين القارين ديال الكونفدراليه، وكاين المستشيرين الموسميين اللي تيجوا فقط من دوره لدوره، يعني على حسب البلد المنظم، على حسب الجوده ديال التنظيم، على حسب الامان والاستقرار. كان عندهم ربح كبير. نعم. كان عندهم ربح كبير في التنظيم في المغرب، يعني هذا مساله واضحه. الان اللي تيظهر لي اننا ما خصناش نبقاو نشوفوا شنو غيكون الموقف ديال لاكاف. الموقف ديال لاكاف واضح، قصاونا وتيتوعدونا بعقوبات اللي باقي ما خداوهاش، اللي عاد غيدرسوها ولا ما عرف شنو غيديروا.
ولكن حنا خصنا نشوفوا دابا فقط شنو هو الموقف ديالنا، كيفاش نعزوه، كيفاش نقويوه، كيفاش ندافعوا عليه، لانه الموقف ديالنا قوي، ولكن كيفاش غادي نصدروا هذه القوه ديالنا. خصها تصدر يعني لجميع المحافل الدوليه، يعني خصنا نخلقوا واحد المناخ اللي يجعل ان الكونفدراليه تحس براسها انها خاطئه في حق المغرب. نعم، هنا نوجه السؤال ربما لممثل وزاره الشباب والرياضه، كيفاش غادي توجدوا هذا الملف اللي بخلاله غادي تدافعوا على الموقف ديال المغرب؟ على قدر ما المغرب كان جد قوي في الاستعدادات ديالو للاستقبال والاحتضان التظاهره، على قدر ان الان العمل اللي غادي يكون هو عمل ديال ان نظهروا نبرزوا للعالم ان الضرر اللي تعرض له المغرب من خلال عدم تنظيم ديال التظاهره هو اللي كان عازم وكان موجد وكان مستعد ينظمها، هو ضرر حقيقي، ضرر مادي، لان هذا شيء طبيعي، لان كانوا استثمارات والاستثمارات كتسنى مداخيل وما غتكونش ديك المداخيل، ولكن كذلك ضرر معنوي كبير جدا، لان ما سبقش للمغرب ان تخلى على تظاهره كان غادي ينظمها، والصوره اللي كترسم الاتحاد الافريقي على المغرب من خلال الوصف ديالو اننا رفضنا ننظموا ولا تخلينا فيها ضرر للمغرب. اذا المغرب غادي يجي يعمل كل ما في وسعه باش يظهر المخاطبين ديالو انه من جهه عندنا ضرر على المستوى المادي وعندنا ضرر على المستوى المعنوي وباقي مستعد ينظم. والنقطة الأخيرة هو أن المغرب ما تبدلش، المغرب مازال هو البلد اللي مستعد ينظم تظاهرات ويستقبل تظاهرات وينجح تظاهرات. نعم، سي بلايد تكلمتي قبيله ربما على مسألة ديال الشكل اللي ربما أنت ما راضيش 100% على الطريقة اللي طلب بها المغرب تأجيل هذا التنظيم، وكيفاش كتشوف دور يعني الدبلوماسية الرياضية والدور ديال الممثلين المغاربة اللي عندنا يعني في المؤسسات الكروية؟ سهله ما عرفتي دابا قبيله عزيز كان هجوم ياك ساعه جواد ولا دفاعي ولينا رجعنا للور، دابا خصنا نماركيو ياك، انا معاك في هذيك المنطقه ديال الماركيو. كاين واحد الاشكاليه خصنا نفهموها من الان فصاعدا. انا قلت تحدثت في البدايه على سابقه، الان من بعد هذه السابقه ديال التاجيل وديال الرفض ديال لاكاف اللي فهمت فيها التخلي ديال المغرب على تنظيم كاس افريقيا للامم، غتولي الكاف كاف اخرى، كلشي غادي يتغير. الاستراتيجيه ديال كره القدم في افريقيا المتبعه من 88 منذ انتخاب السيد عيسى حياته بالدار البيضاء وهذا ذكرتوا بها، وحتى من 57 كانت واحد الاستراتيجيه اللي موجهه حول شيئين. اولا تنظيم هذه التظاهره ديال كاس افريقيا للامم في اطار عالي، وفي نفس الوقت تعاطي الى واحد النوع ديال البناء الاجتماعي الرياضي بالنسبه للدول الصغرى. مثلا المغرب كينضم ومن بعد تنمشيو لدوله افريقيه صغرى، ما عطيش اسماء حتى لا احتقر الناس، تمشي على الناس اقل امكانيات من الدول الكبرى، بقينا غاديين هكذا. واحد الوقت ولات بعض الدول تدير السياسه الاقتصاديه الكرويه ديال الدول لا امكانيات لها، هذا كنا مزيان. دابا وصلنا في 2014 غندوزو ل 2015. دابا كيفاش المسائل مطروحه؟ اوروبا كلها الان اوروبا تحتاج كون ان كاس اوروبا للامم 4 سنوات، افريقيا كل سنتين. هل ستتمكن الكونفدراليه الافريقيه في المستقبل انها كل سنتين تنظم، بينما كاين تظاهرات اخرى على الصعيد الدولي ولا كاف الفيفا زادت الطين بالله، زادت الموندياليتو، ربما تزيد حاجه اخرى. غادي يكون وكاس افريقيا دارت الشان من الصعب والصعب، وزيد الشان وزيد مثلا تظاهرات اخرى ديال الشباب الى اخره. فكيفاش غدا هذا الكاف اللي ما عندهاش امكانيات خارقه للعاده، اللي عندها يلاه كاس افريقيا للامم، هي المورد المالي الكبير ديال لاكاف، المورد الاساسي ديال الكونفدراليه الافريقيه راه هي كاس افريقيا للامم. لذلك كتعطيها واحد الاهميه قصوى اللي ربما فوق منها واكثر منها. ولكن دابا الا تخذات اقصاء وتخذات حكم زجري بالنسبه للمغرب، احكام زجريه بالنسبه للمغرب، فمعناه ان غتخلق من المغرب واحد الاطار. واخا السي الفريدي باغي يدير شويه دبلوماسيه زعما لانه انا تفهموا الحاله راهنه، ولكن احب من كريه من كريه، احب من كريه من كريه، فمستقبلا غادي يكون نزاع مع لاكاف. غادي يكون نزاع اولا بالنسبه لهيكله لاكاف نفسها، اللجنه التنفيذيه للاكاف. هل يعقل ان هذا البلد السعيد باستثناء واحد لمده 8 سنين اظن ديال الحاج سعيد بالخياط، بهذا الاستثناء لم نكن ممثلين
على صحيح. هذا الخطا ديالنا، ماشي نقولوا حنا ديال شحال هذه ما كنعطيوش اهميه للحضور ديال المغربيه في المؤسسات الافريقيه. يقدر يتكلم لك عزيز داوود على الظرف اللي عاشوا في 88 مع بن زروال ومع بالمجذوب الله يرحمه، مع دومو كذلك الله يرحمه الى اخره. هذه شخصيات اللي كان عندها وزن ربما المستوى ديال السعيشه حياته، الى درجه ان واحد الوقت كنا نظن ان المغرب اللي كان وراء الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم هو الذي سيأخذ الرئاسة، ولكن لأسباب سياسية آنذاك لسوء الحظ ضيعنا في كثير من الأشياء. الآن أنا سنقول لك راه كما كانت الحالة، كما باستثناء إلى وقع التنظيم، وأظن أن داخل لاكاف راه ماشي كل الناس ضد المغرب، ماشي كل الناس ضد المغرب، كاين أصوات لصالح المغرب لأسباب موضوعية. وربما غدا إلا جينا ننتخبوا داك الشيء راه غادي يكون الطرف الهجي والطرف الهجي، بمعنى أن غيولي نزاع داخل الكونفدرالية الأفريقية اللي القوة ديالها كلها كتجي الان من جهاز واحد، من شخص واحد هو الرئيس ديالها. عنده واحد الكاريزما، عنده واحد التراكمات، عنده واحد التاريخ هو الذي يحسم. ففي اخر المطاف هل سيحسم باقصاء المغرب حسب قوانين الكاف اللي هي موجوده؟ لا اقول غير موجوده، غادي يكون هو حسم هو باقصاء المغرب، ولكن التاثير السياسي لا، دابا باقي ما نحكمش عليك. لا ولكن حسم باقصاء المغرب. لا فقط اقصاء لا على الدوره، دابا باقي ما نحكمش عليك. لحد الساعه هذه ما يمكنش نعتبروها عقوبه. قال لك لا فوالا، قال لك راه هذا قرار طبيعي بعد ما المغرب كان بلد منظم ما بقاش بلد منظم، اذا كينسحب اوتوماتيكيا. الفرقه ديالك ما تكونش لانها منطقي، لان البلد المنظم الفرقه ديالو كتكون مؤهله اوتوماتيكيا، فاذا معناه ان بعد حتى الساعه باقي ما نحكمش عليك. دابا تنقول لك امتى غيحكم عليك، يحكم عليك وغادي يكون داك الشيء ثقيل. الا ما لقاش اللي غادي ينظم، الا لقى اللي ينظم هذيك الساعه نذكروا 50,000 اللي جبتي قبيله اللي ولات مليون، ولات في البرازيل مليون، ولكن عدم رجعيه القانون كان بزاف الحوايج غير ربحوها حنا بالنسبه للانديه في كوب دافريك كل شيء ربحوا، لان كان ذاك المبدا ديال عدم رجعيه القانون، هذاك الشيء تحسن فيه وغادي تنظم، ما يمكنش يرجعوا اللور باش يضرب يخلط. انا اللي سنقول لك، انا اللي كيبان لي المعركه اللي كنتكلموا عليها اللي هي اساسيه، خص الكاف تفهم بان الى المغرب تحدث على السياده ولا تحدث على القوى القاهره، فمعناه انه مستعد باش يزيد لقدام، ماشي عاوتاني نجيو هذا الى اخره، نزيدوا لقدام، بان نطالبوا حقنا في ماذا؟ اولا في التمثيليه. لا يعقل ان هذا البلد يعطى الكثير يتم تغييبه من طرف، انا لا احتقر احدا، ولكن الناس اللي ربما ما عندهمش وزن، الى درجه انه هو اللي يحكم عليك، ما عندوش وزن الى درجه انه هو يتفلسف عليك. الخطا ديال المهنه السي بلعيد. لا كان خطا ديال المغرب اولا، حنا احسن نبداو بروسا باش يقولوا لنا حنا خطا ديالنا للتراكمات التاريخيه الى اخره، حتى غياب تكوين نقولوها بكل صراحه. كاين ناس لا علاقه لهم بالتسيير وتلقاهم هما الاولين وسابقين شغلهم، انا مش شغلي، انا سنقول لكم من الاسباب السوسيولوجيه الموضوعيه اللي تجعل ان احنا عايشين هذه المرحله هو تغييب الكفاءات الحقيقيه لنواجه هذا النوع من التحديات، لان ربما هذا ما يكونش تحدي لو ان هذه سنه او 6 شهور او لما تحدثنا على ايبولا كنا في مستوى على الاقل الطرح، لان عيسى حياته راه ماشي بوعو، عيسى حياته راه انسان يناقش وتيفهم هذا الشيء الى اخره. والجانب كما قلت لك ما تنساش بان الكوت ديفوار لما لعبت الكوت ديفوار مع بلد فيه ايبولا راه كان شخص متخصص في ايبولا ويشتغل داخل الكاف، دونك راه ما كاينش تغييب ديال الكفاءات. طلباتو الكوت ديفوار يجي طلبوه، جا هو الانسبكتور، كان هو المفتش انذاك، هو اللي حل هاد المشاكل كلها ديال الناس، كيفاش جات، كيفاش تقبلها، كيفاش دازت المباراه مع الخطا اللي كتعرفوا. انا لما اسمع جورج ويا مثلا جورج ويا ما ادراك ما جورج، منين جورج ويا؟ شنو البلاد ديال جورج ويا؟ ليبيريا. اش في ليبيريا؟ تيقول انا افهم المغرب، هذا الشيء تيقول انا لاتيني كذلك تفهم قرار المغرب. لا ولكن جورج ويا راه جاي من هذا اصعب كثير، هذا يقول لك انا بلادي من انا بلادي هذا وانا بلادي عايشه وافهم الموقف ديال المغرب. الا كان عندك كاين اوبايونغ، كاين عدد من الشخصيات النجوم، انا ما كرهناش المغاربه نتحركوا شي شويه، ما بقاوش يعرضونا على واحد الكاميروني نسميه ولا ما نسميهش، الكاميروني مشى انتخب ضد الانتخابات عمره ما كان معنا وتيجي هنا بخير. سي بلاد مادام كتكلم على معنا تيحاميو علينا كنضيعوا، نعرضوا على هاد الناس ونجيو راه نجوم. ما دمتي كتكلم على اللعابه ولا على النجوم الافارقه، بالنسبه للاعبين المغاربه سي مصطفى، وانت كرئيس جمعيه اللاعبين المحترفين، وحنا كنتكلموا على الان على الدبلوماسيه الرياضيه، فشنو يمكن تقوموا انتم كجمعيه باش ربما تدافعوا على هذا الملف ديال المغرب؟
وتيكون داك الشيء من التصريحات ديال اللاعبين، لان غيكون واحد الضرر بالنسبه لهم لما كانش المنتخب غادي يتمثل وغادي يشارك في تظاهرات قاريه المقبله، وهذه اشياء اللي مضره جدا بالمستوى ديالهم، لان نعرفوا لما كنتيش تتقارع وتلعب مع فرق المستوى ما تيرتفعش، وكذلك ضرر بالنسبه لهم المشاركه في كاس افريقيا كانوا غيشاركوا فيه، لان التظاهره في المستوى العالي في البلد ديالنا حتى هما متضررين من الجانب ديالهم. فهذا الشيء انا شفت سمعت التصريحات ديال الشماخ ديال القادوري اللي محترفين حجي مصطفى هذوك اللي لاعبين مازال تيلعبوا بان ضروا بان كانوا تيتمنوا بان يشاركوا في هذا العرس القاري وحلم ديالهم فعلا، لان كانوا تيتمنوا بان ما غيتلعب هنا يمكن نفوزوا بثاني كاس افريقيا في التاريخ ديالنا، لان كل شيء كان مجند. وملي تسمعهم تيهضروا ولا كذلك تا مصطفى حجي ولا هذا بان الفريق بدا تيبان في واحد الاليات، واحد النواه اللي تخلينا نشوفوا منتخب اللي يقدر يمشي بعيد في كاس افريقيا، ومع الجمهور مع المسانده ديال الجميع والتجنيد ديالنا كنا وراء هذا المنتخب هذا باش يفوز. رجع غير لواحد النقطه مهمه، هو ان كما قبيله تكلمت في الاول على حياته، تكلم في واحد القناه ليله قبل ما يخرج القرار، وتكلم بان لما هذاك الصحفي اللي تكلم معه قال لي لما نظمتوش غتكون، قال لي لما تنظمش في الوقت ديالها غتكون كارثه بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم، لا من ناحيه مستشارين تيهضروا مع الفلوس الموارد ديالهم، ما عمرهم تم تاخير او تغيير التاريخ ديال كاس افريقيا. غاد حنا او مانتيان تيبقى لنا دابا كما كان بالعيد ولا داوده، هو ان سي عزيز ان بان ما يكونش علينا واحد لي سونكسيون كبار. نعم، وهذا الشيء اللي تكلمنا عليه لا سي فريد لا جواد، بان ماشي حنا راه باغيين نوجدوا راه الوزاره ولا الجامعه ولا هذا راه موجدين هاد الحوايج، راه ماشي ما خرج القرار عاد غادي نبداو نبحثوا العالمي للانديه والا قادرين نضموا كاس افريقيا. فعلا المغرب مستعد كما تكلمنا في الاول بان هاد الملاعب اللي دارت الصيانه ديال هذوك ملاعب اخرين، الناس اللي من هذا اللجنه المنظمه. ما كنظنش سي مصطفى ربما بان عيسى حياته خذ الموقف كموقف شخصي ووضع يعني المصداقيه ديال لاكاف في كفه، والتنظيم ديال كأس افريقيا في الوقت ديالها في كفه اخرى. وبالنسبه لي هو رئيس هو اللي يقرر، فبالنسبه لي من الجلوس مع كما قال سي فريد دابا ملي كان يجتمع في المره الاخيره مع هذا كان تيستمع، ما كانش تيتناقش ولا شنو غادي نديروا اش دار لكم، هذا ما كاينش مناقشه، ما كاينش اشياء اللي تخليك يبان لك واحد الامل بان رفض يتكلم، رفض ربما بقى تيستمع ورا القرار كان القرار ديالو واخذ هو بقى تيستمع. اذا داك الشيء اللي وقع راه كما تكلم في قناه الامر محسوم، خص كاس افريقيا تنظم في الوقت ديالها. واش ما كتظنش بان ربما هذا القرار اللي غادي يجي ربما ياثر سلبا على الانديه المغربيه، خصوصا الانديه اللي مشاركه في الاقصائيات الافريقيه؟ اولا الان ما كاين حتى شي قرار، ثانيا الانديه اللي كتشارك في الاقصائيات ما غادي يكون عليها حتى شي حاجه، واخا تيطبقوا حتى الارتيكل 90 ديال عدم رجعيه القانون تا هو غادي يدخل هذا دابا بيانتو دونك بالنسبه للانديه لا الرجاء لا تطوان جميع الانديه اللي تسافروا افريقيا فهي ما عندها حتى شي علاقه بهذه المساله هذه وبهذه العقوبات اللي كيتكلموا عليها. كاين الان اللي هو عنده علاقه هو المنتخب الاول بالنسبه لكاس افريقيا. عندنا واحد الملف غادي ندافعوا عليه، عندنا جميع الحجج، عندنا جميع الثبوتات. ما كان اعتقدش لا شان لا اولمبيك لا شي حاجه. ليكيب الا ما جاوش منظم انت غتفرج. لا حنا كنتكلموا حنا دابا كنحلوا في البيان ديال لاكاف. البيان ديال لاكاف السي عيسى حياته كيقول لك بانه غادي يلقاو المنظم وانه كاس افريقيا غادي تجرى وبانه المغرب مقصدا. حنا كنتكلموا على انه لقاو البلد المنظم، هذه مساله مفروغ منها. واش ما كتظنش السي بلعاد بحكم ان عيسى حياته بقى متشبت بالراي ديالو والا هو مجبر يلقى بلد منظم؟ يعني واش كتخيل الصوره ديال عيسى حياته اللي رفض الطلب ديال المغرب وكيقول لك كيتشبت بتنظيم كاس افريقيا الامم في التوقيت ديالها،
ويجي في التالي ويقول لك لا راه ما بقيتش غادي ننظم، راه غادي ننظموا في ما كنظنش. سامي هذا الكلام ديالو في القناه اللي تكلمت عليها في الاول، لان دار ذاك التصريحات قبل ما يتعطى الغد عاد عطاو بان المغرب تيتقسم وهذا ما غينظمش. انا بالنسبه لي بان القول البلد اللي غينظم كون ما كانش لقاه ما يخرج بهذا القرار هذا بسحب كاس افريقيا للمغرب، لان لقى البديل عاد خرج بهذا القرار، ما يمكنش ما يخرجش بهذا القرار. سي عزيز وبقى يقلب على التسرع في اتخاذ القرارات من طرف لاكاف. هذا سنشطك الراي اللي قلتي يمكن وضع مساله ديال الشخصيه ديالو او ديال الشخصيات، لان تيتحدث غير بوحده. دابا اليوم كانوا هما ثلاثه ولا هذا اللي تيتكلموا، الاخرين ما تيتكلموش، ما تنعرفوش شنو الموقف ديالهم، ولكن كاين بعض الاعضاء اللي تيبينوا على انهم مضرورين، والطريقه باش يتكلموا على المغرب حقا انا كمغربي ما تنقبلهاش. مساله تتمس ويمكن تجرح في بعض الاحيان. تيظهر لي انا ما عندهمش البديل لحد الساعه، ما عندهمش. لكن كان عندهم البديل كانوا يعني داروا اون فونفار كبيره وبالصداع الكبير انهم لقاو انه هذا في الطينه وغادي يخرجوا. شنو قال في هذه العشيه هذه؟ في هذه العشيه هذه قالوا انه عندهم، ولكن هما تيدرسوا. شنو باقي تيدرسوا؟ هما في الاجتماع سالاو مشاو في حالهم، ما تيدرسوا والو لحد الساعه، ما عندهمش. تيحاولوا وكاين ضغوطات سياسيه يمكن بعض الدول او هما تيحاولوا يوجدوا قنوات سياسيه باش يمكن يضغطوا في منطقه معينه من افريقيا باش تنظم لهم التظاهره، ولكن هما الان باقيين في بحث. انا متاكد على انهم لحد الساعه باقيين تيبحثوا على البلد. يعني ما كنظنش واش في 2015 بالتاريخ ديال المغرب الكروي وهذا مازال ما عندناش ممثلين اقوياء اللي يعطونا الخبر ويوجدونا قبل ما تخرج القرارات. هذه مهمه، ولكن اللي قال عزيز هو ان دابا كتنظم شحال بقى لك؟ شهرين دابا. طيب دابا اي دوله بغات تنظم كاس افريقيا علاش غتنظمها في بلادها؟ باش تديها على الاقل او ربما باش ترضي عيسى حياته وتفك عيسى حياته من هذا الموقف الحرج اللي لا الجمهور ديالك غادي يجي عندك انت باقي ما موجدش راسك، باقي ما مهيئش، باقي راه الفرجه كتكون بعدا محليه بالنسبه للبلد المنظم. حنا ملي كنا غنظموا كنا كنحلموا كنقولوا بان غنديوها ولا الفينال، قالوا الفينال الاقل الا ما درتيش الفرجه لصالح الجمهور ديالك شكون غيجيك الملاعب؟ ملي غتجيب هذا الجمهور؟ اذا ديرها بدون جمهور، ما تنتظرش، خصوصا بهذه الدول اللي تنتكلموا عليها الان كنعرفوا المستوى الكروي ديالها بالنسبه الان. خصوصا سي بالعيد بان في مباريات ديال كاس افريقيا، فالمباريات اللي كيجي لها الجمهور كثير هي المباريات اللي كيكون لعب فيها البلد المنظم. البلد المنظم هذه افريقيا، احنا عندنا الثقافه، علاش قلت لك قبيله الثقافه الكرويه هذا الاشكال مطروح. جنوب افريقيا جسنا جنوب افريقيا اللي كاين واحد ان تو دو رومبليساج شويه مرتفع بالنسبه للكروي اللي نعم. وفعلا تبعوا لان عندهم الرياضه، هما عندهم الرugby وعندهم رياضه. كاين ثقافه ديال الرياضه، لا الثقافه ديال الفرجه ولا ملاعب المستوى، وكتلقى فين تمشي تاخذ ساندويتش ديالك وتريح مع راسك وتعرض على العائله ديالك الى اخره. هذا هو الفرق. تما عندهم لو سبيكتاكل يسون انجلو ساكسون، هما انجلو ساكسونيين في الثقافه ديالهم ماشي بحال نسوا لحد فرانكوفون. كنشاطر السي داود الراي اللي كيقول لك ان لو كان البديل لو عرفناه من البلاغ الثاني، لان الضغط اللي كيتمارس الان على لاكاف بالنسبه للجانب التجاري والجانب المالي والجانب الاستشهار وداك الشيء كبير بزاف، والنرفزه اللي كنلاحظوها بعض المرات في بعض الخرجات كتجي من هذا الضغط هذا، لانهم عندهم ضغط كبير كيتمارس عليهم وكيبغيو يخرجوا بواحد الوجه اللي كيبني انهم راهم ضابطين الامور وهذا. دونك كان البديل كنت انا عليه. لكن سمعت التصريح اليوم ديال عيسى حياته يقول ان في اخر اجل كيعطي نفسه هو الويكاند، هو السبت او الاحد او بلو تار. لان عرفتي علاش؟ كاين اللي قال السي داود لان كل لقى البلد البديل ما كانش غادي يعطي اجل. الضغط ديال الوقت راه كويس. ما يمكن شحال عندهم 50 علاش كيعطي راسو كيقول الاقل هذا من هذا الويكاند؟ علاش؟ شو اللي يضغط عليه لدرجه ديال ان غادي؟ هذا هو اللي كنقول لك ان كنظن ان الان الضغط ديال المستشارين كل شيء كاع الجانب المادي الامر. ما كنظنش بان المستشارين ربما يقدروا هما ينتظروا واحد 3 شهور ولا 4 شهور في حاله ما كانت ضمانات بان يعني اللقاءات غادي تجرى في ملاعب مملوءه، في الفرجه غادي تكون عوض ما تجرى المباريات امام مدرجات فارغه. كنظن ان المجازفه، وهذه هي الكلمه اللي جاتني، كاين مجازفه الان كبيره فيما يخص هذه الدوره المقبله من كاس افريقيا للامم، لان لو اتخذ بالراي المغربي والموقف المغربي
بنوع من التريوت والحسابات كلها، لو ان الموقف المغربي غادي يبان هو اقل ضرر بالنسبه للدوره المقبله. نعم. وبالنسبه لكاس افريقيا للامم ككل، على الصوره ديالها ليماج دو مارك ديال لاكان غادي تربح، لان هذا المغرب مطلب لا يتخلى، مطلب لا ربما لاكاف كتجازف بالصوره ديال كاس افريقيا في حيث ما عطاتها لشي دوله اللي ما المجازفه. وكنظن ان هذا نوع من سي ان بياج، هذا واحد البياج اللي تسد على الناس اللي خداو هذه القرارات، واللي كنظن ان الموقف المغربي غادي يتقوى مع مرور الايام. ولو نلقاو بلد بديل، ما كنظنش البديل وكنعرفوا حنا افريقيا الحاله ديالها الان على مستوى ديال الدول كلها اللي ما كنظنش كاين واحد البديل اللي غادي يعطي الضمانات اللي كيعطي المغرب. نعم. على المستوى التنظيمي، على المستوى التجاري، على المستوى التسويقي ديال لاكان. اكيد. كلمه اخيره السي داوود قبل ما نختموا هذا العدد. اللي تنتمنى انا يعني شخصيا يمكن تنتمنى ان هذا المسلسل هذا يسالي خلاص، لان حقيقه مرضنا في عقولنا. من جهه تظاهره كنا تنستناوها تلغات لاسباب قاهره، او طلبنا تاجيلها لاسباب قاهره، تلغات تخدت منا بواحد الطريقه اللي حقيقه حتى ذاك النوع البلاغ اللي تكلم عليه السي بالعيد انا تلقاه تيجرح مستفز بالمغرب. بحال جالسين في المدرسه ديال الوليدات الصغيورين، والاستاذ باش يعاقب واحد التلميذ حيد له شي حاجه وعطى لواحد التلميذ اخر وكذا كذا. يعني حقيقه هذا الشيء كله ماشي اسلوب ديال التعامل. انا كنت نشوف هذه الكونفدراليه ديال كره القدم في واحد المستوى اخر. انا تنعيش في واحد الكونفدراليه افريقيه حقيقه المستوى اخر، صراحه مستوى اخر، لان تيحدثوا لنا مشاكل في الكونفدراليه الافريقيه ديال العاب القوى، ولكن ما عمرها ما طلعت للساحه بهذه الطريقه هذه وبهذا التشدد هذا وبهذه اللهجه هذه. يعني تراو مشاكل كبيره وعويصه والله زين العالم ما عرفها، تتحل بواحد الطريقه بواحد الليونه في اطار واحد حوار، في اطار ماشي في اطار التيماتوم. مسابقات العاب القوى الافريقيه واش غادي تبدا تنظم ولا هي غادي تاجل سي داوود؟ حنا نظمنا البطوله الافريقيه يعني ماشي وقت بعيد هذا. البطوله المقبله عندنا في شهر افريل. تكلمتوا على هذا الوباء ديال الايبولا في التنظيم او لا تجاهلتوه تماما؟ في ذاك الوقت كانت لي ريكومونداسيون ديال الاو ام اس ماشي هما ديال اليوم. نعم. ولكن كانت المراقبه ديال العدائين وكذا كلهم اللي كانت مراقبه طبيه مشدده الى اخره. ولكن يعني ما كان الاليرت اللي كانت ما كانتش بهذه الحده اللي كاينه بها. ما كانتش حاجه الموضوع اللي كتعنوا على الطوارئ، ماشي نفس يعني ماشي نفس الحاجه، ماشي نعم. كلمه اخيره سي مصطفى. وانا متاكد كو كانت المساله يعني بالحده اللي كاينه اليوم كانت البطوله الافريقيه تلغى. نعم. ونتمنى ان شاء الله، انا قلت في الاول بان يمكن نلقاو شي واحد بديل اللي يقوم وينظم كاس افريقيا. نتمنى يكون عزيز داوده ولا فريد على صواب بان باقي ما لقاو حتى شي بلد، ويكونوا يتراجعوا في هذا القرار ديالهم. وكما قال سي فريد وسي بالعيد والاخوان اللي موجودين في هذا البلاطو هذا والناس كلها، بان المغرب راه مستعد وطلب التاجيل ديالها وماشي الالغاء ديال كاس افريقيا باش نضموا عندنا. كان عندنا امال ونتمنوا ان شاء الله باش هذا الامل هذا يرجع، ونتمنوا بان تكون واحد التريوت ويكون في هاد يومين وثلاث ايام بان هذاك الكوميتي اكزيكتيف ديال اللي مع السي حياته ياخذوا واحد القرار صائب، لان التاريخ غادي يقيد عليهم ويسجل عليهم. والمغرب اللي غيكون هو اللي مضرور لما نظمش كاس افريقيا في البلد ديالنا، نظرا لهذاك الشيء كاع اللي وجدناه وداك الشيء اللي قمنا به، لا من الناحيه الماديه لا البشريه لا التجنيد ديالنا جميعا باش نظموا كاس افريقيا اللي كانت غتكون بالنسبه لي اجمل كاس افريقيا في التاريخ ديالها. نعم. خلاصه سي بالعيد لهذا الملف. واضح الامور واضحه. التاجيل لم يكن ابدا في تاريخ الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم والتاسيس ديالها، فمعناه ان بلد منظم سيجينا ولا قال السبت ولا الحد راه عنده سميتو، ولكن التنظيم في اطار هذا هو الاشكال في شهرين الى اخره. ربما ما غيكونش ذاك الطابع اللي كان يكون لو ان مثلا قبلت اطروحه المغرب. ثانيا ندخلوا الذي اتمناه وكم تمنينا من اشياء والمحق منا، ولو اللي كنتمناه هو ان نجلسوا لدرجه شويه المغاربه بيناتنا ونقولوا الكره راه اقتصاد، الكره راه ثقافه، الكره راه تخصص، الكره راه عندها مواليها الى اخره، وبركه
من ذاك الخلط بين قطاعات وبين حتى اشخاص، ونديروا واحد فئه رياضيه كما كاين فئه سياسيه وفئه اقتصاديه، نديروا فئه كرويه اللي ندفعوا بها المناصب القرار. على الاقل تكون عندها الطاقه. نعم. سلطه القرار اساسيه، ولكن تكون هذه الثقافه ديال نكونوا بحال هذه المسائل ماشي تجي وندوخوا. جات هذه المسائل نكونوا كنعرفوا شنو هي لاكاف، نشوفوا الفونكسيون ديال لاكاف. انا سنقول لك بان الكاف ما غاديوهاش فيها، ولكن من هنا واحد تخيل اقصاء المغرب والعقوبه تنزل على المغرب، راه الكاف ما غتبقاش هي الكاف، لان راه كاين المغرب، والمغرب راه قوه كرويه في واخا ما كنحققوش نتائج بزاف. عندنا عندك دابا جيل من الشباب اللي خدامين دابا دخلوا الماركتينغ سبورتيف، دخلوا التسيير لا جيستيون مودرن، ولاو كيشوفوا لي ستات يحلموا مسائل اخرى. المغرب راه تبدل. هذا المغرب راه ربما ماشي مستوى ديال ما تريد تقريره الان لا كاف، ولا قررت في النهايه ديال واحد قلتها من البدايه، النهايه ديال 57 88 2014 باقصاء المغرب غتفتح افاق جديده، وربما غتكون بالايجاب على الشباب المغربي وعلى الاطر المغربيه والكفاءات المغربيه. نعم. سي جواد، كان اعتقد بان هذا المسلسل سينتهي قريبا. تباين في وجهه النظر فهو كان باين من الاول. المغرب يطالب بالتاجيل وبقوه قاهره. يعني ما كان حتى شي تطور في الملف منذ المرحله الاولى. ما كان حتى شي تطور من الاول. الكاف تصر على انه لا تاجيل، مع لازم يراعيوا الجدول الزمني ديال المستشهرين، ديال البث التلفزيوني، ديال الرعاة، ديال الجميع. التاجيل كيقولوا بانه ماشي المغرب ما عندوش الحق ياجل. بالنسبه لهم ايبولا ماشي مرض اللي هو يمكن له يخلق شي كارثه طبيعيه، مع ان كما قال السي فريدي لو بلج بيتر بيوت مكتشف المرض في 1976 كيوصفوه بالكارثه الطبيعيه، بحيث كيقول لك يكفي باش ان شينوا ولا ان انديان يجي مع كاين تعاملات تجاريه مع افريقيا، يمشي للهند ولا يمشي ويدخل شي اوبيتال بوبليك تما وتوقع الكارثه. تلمو هذا المرض كيعديو بطريقه سريعه. فامريكا وما ادراك ما امريكا، فطبيب فرات تعدى خدا المرض. اذا هنا المغرب كنظن بانه خدا القرار الصائب، ولكن خصو مادام خدا القرار الصائب خصو يدافع بطريقه اللي تكون هي جيده، لانه عنده جميع الحجج وهذا الدور ديال جميع السبل، وما نبقاوش نهولوا ونقولوا بان المغرب راه غادي يتعاقب بشي طريقه اللي هي ما عرفتش شنو هي. المغرب المساله كتعلق في كاس افريقيا، الفريق الاول ما كاين لا فرق وطنيه لا حتى شي حاجه، الفريق الاول، ونبقاو غاديين حتى نشوفوا هاد العقوبات وديك الشحال نتكلموا. واللي غادي يعاقب على حسب البلاغ راه هي اللجنه التنظيميه لكاس افريقيا، ماشي هي اللجنه التنفيذيه. سي فريدي، كنظن ان ولو اننا في واحد العدد من المحطات ندبر المشاعر، كنظن ان في هذا الملف هذا سندبر ملف تقني ويجب التجند ليه تقنيا. وكنظن ان اؤمن بالموقف المغربي، واؤمن انه موقف سليم وصالح ليخدم قضيه كره القدم الافريقيه وقضيه ديال كاس افريقيا الامم. كنظن سندافع عن هذا الموقف الى نهايه المطاف، وكنتمنى ان في المحطات المقبله ان يتم التسويق بطريقه افضل للعرض المغربي فيما يخص كره القدم الافريقيه على الدوام، على سائر الايام، ان نديروا التسويق، نبيعوا النظره ديالنا لكره القدم الافريقيه وكيفاش المغرب يخدم هذه كره القدم. لان ما كنظنش كاين بزاف البلدان الدول الافريقيه اللي استثمروا هذه الاموال الباهظه، هذه الاموال الكثيره في المنشات الكرويه، في الاستعدادات المواعيد الكرويه وفي خدمه لكره القدم الافريقيه في نهايه المطاف. نعم. اذا الكره عندكم انتم اللي غادي تكلفوا بالتسويق ديال الموقف ديال المغرب بخصوص هذا الباب بالضبط ماشي موقف حكومي فقط، ماشي موقف الوزاره فقط، موقف جميع المتدخلين. يكفي ان تعرف ان الصحفي يعني اعلاميين لاعبين هما الاولين، معنا التواصل، اعلاميين هما الاولين، اعلاميين هما الاولين. عيسى حياته بغى يدير التواصل مع كيديروا دابا. نعم. كيديروا مع فرانسيس. نعم. وحنا كاع ما كاينينش. عطيني دابا شي افريقي، صحفي افريقي خدا شي حاجه من عندي. شكرا السي بلعي، شكرا السي جواد، شكرا السي فريدي، السي مصطفى، شكرا السي عزيز داوود، شكرا على قبول الدعوه. بهذا مشاهدينا ناتي الى ختام مواد هذا العدد. شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، على امل اللقاء بكم في مواعيد لاحقه، في امان الله.